صباح الخير. سنة 2015 كنت اشتغلت في شركة مقاولات، كانت ماسكة عملية صغيرة كده في الساحل في سيدي عبد الرحمن، في الساحل الشمالي. وبعدين كنت ماسك الإشراف المدني يعني. وكان اتفاجئت بقى هناك إن القصة إيه. المستثمر الأساسي لبناني كندي، والمساهمين معاه مدام يسرى ومدام ايناس الدغيدي. اتفاجئت طبعا، وعرفت ان هو كان عبارة عن مول، محلات وحاجات كده يعني، ومطاعم في سيدي عبد الرحمن. فطبعا اتفاجئت ان مدام يسرى ومدام ايناس الدغيدي ممكن يجوا في اي وقت يعني. وبالفعل جت مدام ايناس. في الوقت ده انا كنت المول على الطريق بالظبط، يعني على طريق الساحل فعلا في سيدي عبد الرحمن. انا كنت على الجنب التاني، بشتري حاجة او بعمل حاجة كده في المحلات اللي في الجنب التاني. وبعدين جت مدام ايناس وسألت المحاسب، وطبعا كان في بنايين موجودين وعمال وكده. امال فين مهندس المشروع؟ فانت مين؟ قال انا المحاسب. فين مهندس المشروع؟ قال لها موجود بس في المسجد اللي قصادنا ده بيصلي يعني. فانا لما رجعت رن عليا ايمن، وبعد لو انا بعدي الطريق وداخل على الموقع، مدام ايناس كانت لابسه كات كده. وبعدين لاحظت ان انا لما قربت وبصت ناحيتي وانا مقرب عليهم بدات تحط الشال على كتافها كده. الراجل كان في الجامع وكده يعني. يعني ممكن تكون اعتقدت ان انا متطرف، او خلاص بقى يبقى الناس اللي كانوا واقفين دول كلهم عادي، بس اللي جاي ده لا، انا هستر كتافي منه وشكلي. فالناس دي عندها ذوق، عندها رقه واتيكيت في التعامل يعني مجرد كلمه الجامع ان هي اتذكرت في الموضوع خلتها يعني تتصرف تصرف لا ارادي، ان هي تحط الشال اللي كان هو على دراعتها خلتها تحطه على كتافها. فصدقوني يا جماعه الناس دي راقيه او معظمهم، وبلاش نبقى نحكم على الناس من خلال الاعلام والسوشيال ميديا.